من واحنا اطفال صغيرين، انا وايمن صاحبي كنا منبهرين بالمسلسلات الياباني المدبلجه والروبوتات اللي كانت فيها، وكان نفسنا نعمل روبوت زي اللي شفناها وحبيناها كلنا. بس حتى النهارده لما نبص على احدث الروبوتات الموجوده في العالم مش بنلاقيها بنفس المستوى. لسه في قيود كتير على الحركه بتاعه مفاصلها. مثلا في مسارات معينه ما ينفعش تتنفذ على زوايا كبيره، وفي اماكن المفصل فيها بيحتاج وقت علشان يغير اتجاهه. فكرنا ان الروبوت اللي هنعمله ما ينفعش يبقى كده. اخيرا توصلنا لفكره جديده، المفصل عباره عن نصين زي بعض يفضلوا متماثلين مهما حركتهم، وده خلاه يقدر يتحرك في اي اتجاه وفي اي وقت وبزوايا كبيره، وعلشان كده سميناها اومني جوينت. مفاصل الروبوتس كان المفروض تكون كده من الاول. في برنامج نجوم العلوم اكتشفنا ان اومني جوينت مش بس مفصل للمفاصل الروبوت او الاطراف الصناعيه، كمان ممكن تنقل حركه دورانيه بين عمودين في اي مكنه وبزوايا اكبر بكتير من اللي كانت موجوده. الاختراع ده زي العجله او الترانزستور، هيغير طريقه تصميم الالات. بقالنا 5 سنين شغالين على الفكره الجديده دي، وكانت رحله كفاح طويله وصعبه. فعلا تبقى خساره كبيره ان اختراع مهم زي ده ما يطلعش للعالم من قلب الوطن العربي مكان ما اتولد. دي تكمله لمساهمه اجدادنا العرب في العلوم من فجر الحضاره الحديثه.